لقد غلوت يا عروة. في أي شأن؟ قد أسميت الربيع بن زياد وزيراً على عبس منذ زمن طويل، وعليك أن تقدره حق قدره حين تخاطبه يا ابن الورد. أقدار الرجال عندي بأفعالهم، لا كما تصفها أنت وغيرك. يا مولاي، هذا كثير يا عروة، هذا كثير. أنت من عبس، وما دمت منها فعليك أن تخضع لملك اختارته عبس كلها. أما أنك ملك فنعم، وأما أن عبسا اختارتك فلا يا ابن جذيمة. ما زلت أتذكر كيف أسميت نفسك ملكا على عبس، ولم تجد من يقول لك أنك لست تختلف عن غيرك من زعماء القبائل. ما زلت أتذكر كيف سألت الناس إن كانوا يقبلون منك، ولكنك كنت تعرف الجواب من قبل. لعنت من ابن عاق، تلحق بأبيك العار. عليك أن ترجع الآن عن كل ما قلت يا عروة وتطلب المغفرة من الربيع. بل ليطلب المغفرة من عبس كلها لعدم انصياعه لمليكنا. من خرج عن حكم مليكنا خرج علينا جميعا. هو ذاك يا ابن زياد. عروة، متاني.